السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة اليوم ال 12 من عند الفراخ بتاعتنا. انا وزنت لقيتهم جابوا نص كيلو، فابتديت ثانية واحدة انور لكم النور. فابتديت ادخلهم علف وسط على علف ناعم، اهو الناعم اهو والوسط. بنغير ازاي؟ بنجيب 3/4 العلف الاول، نص ونص، نص ناعم ونص وسط، وبعدين 3/4 وسط وربع ناعم، وبعدين بنبتدي ان احنا نسحب الناعم خالص. بصوا انا هنا ده اللي حطاه من الصبح. اكلوا منه، اكلوا الناعم اهو، لسه في البودرة اهي بتاعته، اكلوا الناعم ولسه الوسط برضو ايه يعني، هنا حتى هتلاقوا فيه ناعم برضو. فانا هزود لهم دلوقتي. معايا هنا بصلايه، هقطع لهم بصلايه وهحط لهم معلقه عسل. على الميه جبت الجرعه بتاعت الكوكس كيور، هي بتتحط 11 و12 و13، ونرجع نعيدها 21 و22 و23. انا الاول كنت بحطها 13 14 و15، لما رجعت العياده البيطريه واتاكدت منها قالت لي لا، 11 و12 و13 و21 و22 و23. فانا المره دي حطيتها بدري الحمد لله. هما ما عندهمش اسهالات، هي جرعه وقائيه، جرعه وقائيه عشان ما يحصلش معانا مشاكل كوكسيديا كوليستريديا، مش احنا في غنى عن الحاجات دي. ما شاء الله. لا ما تنقرش تاني. عايزه اوريكم واحد، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين صدره عامل ازاي؟ شايفين اللحم بتاعه لونه عامل ازاي؟ فهم ما شاء الله يعني، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الفتره اللي انا غبت فيها ما تاثروش بيها قوي يعني، الحمد لله رب العالمين. انا دلوقتي هقطع البصلايه واحط لهم معلقه العسل ونرجع تاني مع بعض. هنا خلاص قطعت البصل، هبتدي بقى احط ايه، معلقه من العسل، وهحط فوق كده زيها. وهقلب ده كده في بعضه. خلاص حطيت لهم الاكل. هنا هحط الكوكس كيور، ادي معلقه صغيره كده، معلقه صغيره كده على البراق. وهنا دي هسيب لهم الميه نضيفه، لازم لما تحطي علاج يبقى وراه ميه نضيفه. تمام. عايزه اقول لك عشان فاتحه باب القفص بيحاولوا يطلعوا، معلش لو صوتي مش احسن حاجه، تعبانه اليومين دول ونفسيا مش احسن حاجه يعني، فمعلش اعذروني. بس والله مش راضيه اوقف تصوير الدوره عشان عارفه ان في ناس مستنيه تتابع معايا يوم بيوم. بسم الله. انا بحط الميه اهو، عايزه اقول لكم برضو ان هما ما شاء الله احجامهم كبرت زي ما وريتكم. فان شاء الله ان شاء الله النهارده هحاول ان انا احط لهم القفص التاني. ده في واحد طالع بره. انت طالع بره من امتى حبيبي؟ تعالى تعالى بابا، تعالى عشان تاكل، تعالى. عمال ينزل تحت القفص. بصوا اهو النهارده البصل من الحاجات اللي هما بيحبوها قوي زي ما احنا متعودين. انا حاطه العلافه دي جوه عشان اللي مش عارف ياكل من دي ياكل من دي. زي ما قلت لكم عددهم القفص ابتدى يبقى ضيق عليهم، فالنهارده ان شاء الله ان شاء الله هحاول ان انا احط لهم القفص التاني واقسم العدد على 2. ثانيه واحده هجيب اللي واقع في الارض ده. النهارده ان شاء الله هحاول ان انا اجيب السبت التاني واقسم العدد ده على 2. هو كله بياكل وكله بيشرب، مطمنه ان امورهم تمام، بس خلاص القفص ده بقى كبير بقى صغير عليه. الناس اللي سألتني على القفص ده مقاس كام في كام، ده 1.70 في متر.
1.70 في متر. اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبكره يوم جديد من عند الفراخ بتاعتنا. السلام عليكم ورحمه الله.